على السلامة يا ملك، نورت حياتنا تاني. الحمد لله على السلامة يا ملك. وايه الحركة دي؟ عايز منها فلوس؟ هو فين وليد؟ البني ادم ده ما تجيبيش سيرته تاني، ده من ساعه ما عرف ان انت تعبانه وما جاش ولا سأل. هو حد قال له؟ ايوه انا اتصلت بيه، ومن ساعه ما عرف ان انت فقدتي نظرك وهو اختفى. هو دي بقى دايما بتكون الصحبة العقربة، عارفينها ان هي بتسخن المواضيع بين اتنين بيكرهوا بعض دول. دكتوره جنة. ايه يا دكتوره ملك، ازيك عامله ايه؟ طمنيني عليك. اقسم بالله الروب عليكوا حلاقين. انا تمام. ما تعرفيش حاجه عن وليد؟ لا بصراحه يا ملك ما اعرفش عنه حاجه، من ساعه الحادثه بتاعتك وهو مختفي خالص، وكل زمايلنا بيقولوا ان هو بقى غريب قوي. وبصراحه يا ملك انا شايفه ان انت تنسيه، خافي على نفسك. عقربة عقربة يعني، مش كلام. ايوه ارجع لي بقى بالفلاش باك كده. حضن. ايوه يلا. ايه ده؟ كانت مصاحبه واحد مجنون ولا ايه؟ كل يوم يفوت عليا ليك بحب كل ثانية، صعب أعيش في الدنيا دي. فاكرة وليد يا ملك؟ لا طبعا انا نسيته، وده حوار مفروغ منه. بعد اذنك بقى ما تفتحيش الحوار ده تاني، انا اصلا خطوبتي بكره. مش متاكده ان انت نسيتيه يا ملك؟ اسف. ايه ده؟ وليد؟ غريبه يعني. ثواني بس، انا عايز افهم حاجه. هو في واحد اعمى بيمشي لوحده في الشارع؟ طب لو مشي يبقى معاه عكاز، معاه عصايه يعني. المهم ان في حاجه بتساعده، انما مفيش حد بيمشي كده. ما كنتش اتوقع ان انا اشوفك. ملك، انا عايزه اقول لك ان انا مش مسامحاك عمري كله، وعمري ما هسامحك على اللي انت عملته فيا. طيب اهم حاجة ان انت بقيتي بتشوفي، صح؟ يعني بقيتي بتشوفي ورجعتي زي الاول، بدأتي تتحسني. في إيه يا عم؟ في إيه يا عم؟ يعني ايه في خدودها يابا؟ في ايه؟ انت بتحسس في ايه؟ وبقيتي احسن. يعني العملية اللي انا عملتها وما اتبرعتلك بعيني طلعت بفايدة، وشفتك سعيدة. انا بحبك يا ملك، ربنا يوفقك في حياتك. شوف يا شيخ، واحنا اللي كنا فاكرين حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ملك.